السلام عليكم متابعينا الأعزاء. تعرف على أكثر الفنانين والفنانات زواجا في الوسط الفني. منهم من تزوجت 17 مرة. الممثل إيهاب نافع هو واحد من أبرز الفنانين الذين عرفوا بتعدد زيجاتهم، فقد تزوج 10 مرات. بدأت بزواجه من ألفة ملك الجمال نادي المعادي، ثم من الفنانة ماجدة التي أنجب منها ابنته غادة نافع. تزوج بعدها من سيدة أسترالية وأنجب منها ابنه زكريا وابنته جوهرة. استمر في الزواج من نساء من جنسيات مختلفة، ومن بينهم أرملة رأفت الهجان. الممثل رشدي أباظة تزوج 5 مرات، كانت أولها من الفنانة تحية كاريوكا، ثم من أمريكية تدعى بربرة التي أنجب منها ابنته إسمت. بعدها تزوج من الفنانة سامية جمال التي كانت حب حياته واستمرت معه 18 عام. كما تزوج الشحرورة صباح لمدة 24 ساعة فقط، واختتم زيجاته بابنة عمه نبيلة أباظة قبل وفاته ب2 سنين. الممثلة تحية كاريوكا تزوجت 13 مرة. بدأ زواجها الأول من أنطوان عيسى، ثم تزوجت من محمد سلطان باشا والضابط الأمريكي ليفي. كما تزوجت من المخرج فطين عبد الوهاب والممثل رشدي أباظة والضابط مصطفى كمال صدقي وعبد المنعم الخادم والمخرج أحمد سالم. ومن بعدها تزوجت الضابط حسن حسني. تزوجت بعدها من المطرب محرم فؤاد ثم حسين عاكف، وكان آخر زيجاتها من الفنان فايز حلاوة الذي استمرت معه لمدة 10 سنوات. الممثلة غادة عبد الرازق تزوجت 10 مرات أو أكثر، فهي لا تتذكر عدد زيجاتها. وكانت أولى زيجاتها من رجل الأعمال السعودي عادل جزاز، وكانت في سن 17 سنة. أنجبت منه ابنته الوحيدة روتانا. تتابعت زيجاتها من رجال أعمال وشخصيات فنية، وكانت زيجتها الرابعة من المنتج وليد التبعي. الممثلة والمطربة صباح تزوجت 8 مرات، أولهم عندما كانت في عمر 19 سنة من اللبناني نجيب شماس، وأنجبت منه ابنها البكر. وبعدها تزوجت من عازف الكمان أنور منسي وأنجبت منه هويدا، لتتزوج بعدها من الإذاعي المصري أحمد فراج الذي طلب منها الاعتزال لكنها رفضت فطلقها. وأشهر زيجتها كانت من الممثل رشدي أباظة، وكانت آخر زيجة لها من الفنان فادي لبنان الذي كان يصغرها ب40 سنة، ورغم فارق العمر ظلت على ذمته 15 سنة. الممثل فريد شوقي تزوج 5 مرات. بدأ زواجه الأول من خارج الوسط الفني، ثم تزوج من زميلته في المعهد السينما، وبعدها من الممثلة زينب عبد الهادي التي أنجب منها ابنته الكبرى منى. ثم تزوج من الفنانة هدى سلطان التي أنجب منها ناهد ومها. وآخر زيجته من سهير ترك التي أنجب منها عبير ورانيا. الراقصة والممثلة نجوى فؤاد تزوجت 17 مرة. كانت أولى زيجتها من الموسيقي أحمد فؤاد حسن، وتزوجت بعده من الفنان أحمد رمزي ورجل الأعمال الكويتي محمد الملا ورجل الأعمال اللبناني سامي الزغبي واللواء محمد السباعي. وآخر زيجتها من المطرب الراحل عماد أديب، وهي الزيجة التي أنكرتها لاحقا.
الممثلة سوسن بدر تزوجت 7 مرات. المرة الأولى وهي طالبة بمعهد الفنون المسرحية من أستاذها أسامة أبو طالب. ثم تزوجت من رجل أعمال مقيم في الخارج، ولكنه توفي بعد 4 شهور من الزواج. وتزوجت للمرة الرابعة من السيناريست محسن زايد عام 2001، وتوفي بعد أقل من شهر من الزواج. وتزوجت للمرة الخامسة من المخرج باسم محفوظ. أما الزواج السادسة كانت من فريد المرشدي أخو الفنانة ناهد السباعي، وكان أصغر منها ب20 سنة. والزواج السابعة والأخيرة كانت من الشاعر سامح آل علي، وكان يصغرها ب10 سنوات. الممثلة سهير رمزي تزوجت 7 مرات. الأولى قبل أن تتم عامها 20، وكانت من الفنان إبراهيم خان. ثم تزوجت من شخصية عربية بعد ذلك، ولكن الزيجة انتهت بعد عام 1. ثم تزوجت من رجل الأعمال الكويتي محمد الملا، وبعدها من الملحن حلمي بكر. وتزوجت للمرة الخامسة من الفنان محمود قابيل، ثم من رجل الأعمال سيد متولي، والذي تطلقت منه وعادت إليه عدة مرات. بعدها تزوجت من الممثل فاروق الفيشاوي، وآخر زيجتها من رجل الأعمال السوري زكريا بكار. انتهى الفيديو، شكرا لكم.